والكلمة للسيد حبيب زقاد. شكرا سيد الرئيس. أنا هنا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، السيدات والسادة النواب، أعضاء أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، وعوض الحديث عن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 الذي لا أرى منه جدوى، على اعتبار أن جميع التوصيات والتقارير المقدمة من طرف مجلس المحاسبة لم يلتفت إليه. والحق أن لو كنا في بلد محترم يحترم مؤسساته لساقت هذه التقارير أغلبية أعضاء الحكومة إلى السجن. لذا عوضا أن نضيع الوقت في هذه المناقشة العقيمة، يجدر بنا الوقوف عن المخاطر المحدقة التي لاحت ظلالها الحالكة على سماء الجزائر نتيجة تدني أسعار النفط، ومحاولة إيجاد آليات لتمكين البلاد من تجنب هذه الأزمات التي لن تجد لها حلا إلا بإشراك كل الأطراف الفاعلة بدون إقصاء في حوار جاد وفعال بدون خطوط حمراء. على كل حال سأحاول في مداخلتي هذه أن أكون هادئا إرضاء للسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني حتى لا يمتعض منا ويقاطعني كل مرة، رغم أنني متأكد أنني لن أستطيع أن أفعل ذلك. كيف أهدأ وأنا أرى بلدي يحكمه السفهاء؟ كيف أهدأ ووطني يشتعل بسبب من باعوا أنفسهم للشيطان فبددوا مال شعبه ورهنوا مستقبل أبنائه وجعلوا منا مجرد أرقام لا يلجؤون إليها إلا في المواعيد الانتخابية؟ كيف أهدى سيد الرئيس وأنا أرى بأم عيني دستور الجمهورية يداس تحت الأقدام من طرف عصبة لا هم لها سوى نصف ما بقي من رموز الدولة؟ نعم سيد الرئيس، لقد وصل بهم الأمر لفعل ذلك. أليس رئيس الجمهورية من رموز السيادة؟ لماذا غيبوه ويتكلموا باسمه؟ أنتم تعلمون أننا في أمس الحاجة لرئيس يعمل ليل نهار، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الجزائر. فها هو الجنوب يحترق وغرداي الجريحة تبكي بدل الدمع دماء. أيعقل أن يثور سكان الجنوب ضد استعمال الغاز الصخري وضد الحجرة والتهميش وضد استغلال أبناء هذه المنطقة كفئران للتجارب كما استعملها مستعمر فرنسي في تجاربه النووية؟ ولم تجب هذه السلطة من محاور إلا مسؤول الأمن الذي لم يستطع حتى التحكم في شرطته لما تمردت عليه فراح يحل مشاكل الجنوب. هل الجنوب في حاجة إلى حل أمني بقدر ما يحتاج لحكمة خير أبناء هذا الوطن؟ لماذا لا تريدون أن تفهموا أن هذا الشعب التعيس قد مل منكم من وعودكم الكاذبة؟ لماذا لا تطلبون منهم؟ برجع للموضوع تسوية الميزانية. لما رجعني نضرب تسوية الميزانية ولا تسوية الميزانية التقارير نتاع مجلس المحاسبة نورمالمون هذا الوزارة في الموضوع نورمالمون النائب العام تاع مجلس الجزائر نورمالمون يرفع بهم دعوة. هذا التنبيه الثاني. نعم هذا التنبيه الثاني. ثالث مرة نقطع الكلمة أنا نقول لك من الآن. لا تقطعني الكلمة. لا أنني خدام عندك، أنا جيت ندافع الشعب الجزائري، كل مرة تقاطعني. ولا المجلس خدام عندك؟ لا عندك آراء مانيش خدام. قولها بالصحافة ولا في مكان. لا نمثل الجزائر أنا. ما تشتمش الناس تقول سفهاء مش معقول هذا. راني ندافع للشعب الجزائري. شكون موكلك؟ ما نعطاك الوكالة هذه للدافع الشعب الجزائري. أنا نمثل 38 بيان سور. سيد الرئيس أنت راك تمثل الإدارة ما تمثلش الشعب أنت. لا أنت تمثل الشعب، أنت هو اللي تمثل الشعب. أنا نمثل الشعب وبيجي إدارة وخرجني برا أنا وياك وشكون اللي يسمعوا الشعب، أنا ولا أنتيا؟ وأنا نتحداك تخرجني أنا وياك الشعب. تحداكش لأني عارفك خاسر الآن هنا في هذا القاعة. نتحداك ندير وياك مناظرة وشكون اللي عنده الشعبية، أنا ولا أنتيا؟ تخرج عن الموضوع نقطع لك الكلمة أنا نقول لك هذا إنذار ثالث. مانيش خدام عندك، ما تقطعني، ما تعاود اسحب هذه السيد الرئيس، عيب عليك سبحان الله. الناس كي كانت دوكا اللي كانوا دوكا يديروا لنا في الجزائر كلا صياد ما قطعتهمش، والله عيب عليك سبحان الله وبحمده. كيف تسمحون لانفسكم تبديد مال الشعب من صندوق النقد الدولي 5 ملايير دولار و2 ملايير ونص مليار دولار مسحة كديون لعدد من الدول الإفريقية دون اللجوء إلى استشارة هذا الشعب، وتريدون أن تعود الثقة بين الحاكم والمحكوم؟
المهمة الأساسية في كل حكومات العالم هي وضع آليات وميكانيزميات مناسبة لخلق الثروة ودفع النمو إلى الأعلى من أجل تحقيق انعاش بتحالف وتضافر كل القوى الحية البلاد. أما في الجزائر فنجد التحايل والرداء والفساد يتحالفون ضد الكفاءة والنزاهة. كيف تسمحوا لأنفسكم بصرف 700 مليار دي سنتيم في مهرجان مزغنة و500 مليار دينار لعاصمة الثقافة العربية ومثلها أو يزيد لعاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة، وتطلبون من الشعب أن يتشقق؟ خلاص الوقت نتاعك، خذيت في الشتم وبديت شتمت روحك لأنك وصفت هذا الوزن بأنه سفهاء، وهذا كلام فارغ. خلاص